اليمنيين بعد الغداء يخزنون ياخذون القات هذا. اي فانا طلعت وجلست معهم في اثر جلسه تخزينه، وانا قاعد في وسطهم كذا تلفت وهم مروقين على الاخر، كل واحد هنا وجالسين جلسه ويطالعون على المزارع، عندهم مزارع خضراء كبيره، احنا في الدور الرابع. فواحد منهم قال يا احمد، قلت نعم. قال الملك عبد الله ما قصر فيكم وما ادري ايش وكذا، قلت والله انه ما قصر. قال نبغى منحه في اليمن. قلت طيب ابشر ايش تبغون بوصلها، انا احسبه جاد. فاذا به قال صلح لكم كل شيء واعطاكم كل شيء واعطاكم منح، نبغى يجيب شجره القات هذه ويجيبون مكان تطحنها وتحولها زي الصلصه وتحطنا في علب زي كذا، نقول بها كذا بدون ما نمضغ بدون ما نتعب يا اخي، نبغى نحطها انا ونمص على طول. وضحك عليه في القصه هذه. هو من هناك الله يستر عليه، الله اعلم باقي حي ولا ميت، لكن كان يمتعنا في الجلسه، كان كل جلسه ضحك. كانوا هم إذا أخذوا نبتة القات فيها مادة يسمونها القتيين. مادة القتي مصنف عالميا إنها من ضمن الإمفيتامين. الإمفيتامين يعني مادة منشطة، فكان القات مادة منشطة. من يوم يأخذها يبدأ يمضغها كذا ما يبلعها، لأنه البلع عندهم تسبب لك مشكلة إمساك، لأنها ألياف عالية، فيمضغونها فتطلع منها المادة القاتين، يمصونها، يبلعون المادة ولا يبلعون الورق. وفي آخر الليل يعني إذا محترف يخزن في الجهتين، وإذا مو محترف في جهة واحدة. فيمضغ يمضغ يمضغ، يقعد يجمع يجمع، يبدا العصر وهو صغير، وشويه يكبر يكبر حتى صلاه العشاء قد كذا، حتى ما يتعشون. يعني دري ان هذا فنان، اذا كبر بشكل كبير يعني هذا محترف بروفيشنال، يعني مص كميه كبيره ماده بالطبع خلال هذا الفتره يضحكون والسوالف ما تبغى تجلس معه. يمكن يعمرك عماره 70 دور. ومتى اطلعها خلاص المادة الانفيتامين تروح، المنشط هذا في يزهق، الدوبامين يروح، اندروفين يروح، كل زيمات حقت السعادة تروح. فيكره العمارة 50 دور هدها وطلع. عياله ما يكلمهم، ممكن ما ادري ايش من كذا. معروف القات هذا عيب القات، انه يعطيك نشوة تكون غير طبيعي، بعدها اذا راح تحس اليوم الثاني تبره تشتغل شغل، اي شغل جهد كبير. طلعت 100 ريال تخلي 80 للقات مثلا ولا 70 و10 تغدى بها انت وعيالك. وجلستهم في القات من بعد الغداء حتى 9 في الليل، راح وقته وضاع وقته وضاع زمنه وضاع، وسوالف كذا ما منها اي فائده. هذه مشكله القات، سعره عالي، وقته يضيع الناس اللي معه. عاده يمكن الحين يكون فيها دخان وفيها مياه غازيه وفيها مدري ايش، تلاقي الجو كلها اشياء سلبيه ضيعت الشعب. لكنها تنسيه من الهم اللي هو فيه، الفقر اللي هو فيه، انه ما في خطه عامه، المشاكل اللي هم فيها، مشاكل الطرق، عنده مشاكل كثيره جدا، لان ما في موارد. عقول لك ما في موارد. يقول لك طبيب يشتغل في منشر، ما في مكان يطبق فيه، قهر اشياء تقهر. ف